السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إزاي أبدأ في تربية العصافير؟ أنا لسه كده باسمع ناس كتير بتربي عصافير، باشوف قنوات كتير وفيديوهات كتير، وأعرف إن في ناس بتربي عصافير وبتكسب منها، فأنا عندي فكرة عن التربية، ولكن بالنسبة للعصافير فأنا خايف أدخل في الموضوع وألاقي نفسي فشلت فيه. أقول لك خليك معايا في الفيديو دوّة بإذن الله أعرّفك كل حاجة عن تربية العصافير. أول حاجة إنك لو أنت موظف وبتخرج من الصبح من بدري من البيت من الساعة 07:00 مثلًا وبترجع البيت آخر النهار الساعة 19:00، 20:00 مثلًا يعني بتتأخر أوي كده للدرجة دي في عندك نبطشية تانية أو حاجة، أقول لك هيبقى صعب. ولكن لو في حد هيساعدك في البيت وإن هو هيبدأ إن هو يراعي الزغاليل معاك، هيراعي العصافير معاك آسف، أقول لك ممكن إنك إن شاء الله إن أنت تربي ما دام ما في أي حد في البيت هيساعدك وإنه يبدأ مثلًا هيدخّل لهم أكل، يدخّل لهم مَيّة على ما أنت تيجي. طيب لو أنت بترجع بقى البيت الساعة 14:00، 15:00 ده هيبقى حلو أوي وكده هيبقى أفضل إن أنت هتبدأ إنك أنت تراعي الزغاليل بتاعتك بنَفْسك. مش عارف باقول زغاليل ليه، العصافير بتاعتك بنَفْسك. طيب العصافير بقى عشان خاطر أبدأ في تربية العصافير وأنت لسه جديد وما تعرفش حاجة عن العصافير، تبدأ بحاجة رخيصة، يعني أبدأ الأول مثلًا بعصافير أستراليات. دي بتبقى من أرخص أنواع العصافير في السوق، فأنت بتبدأ إن أنت تربي حاجة كده تكون رخيصة، بحيث إن أنت تتعلم عليها، وتبدأ إنك أنت واحدة واحدة كده بعد ما تتعلم تبدأ تخش على الحاجة الغالية. طيب العصافير بنجيبها منين؟ بنجيبها من السوق، إحنا عندنا في القاهرة في سوق اسمه سوق السيدة عيشة، تمام؟ ده بيكون يوم الجمعة ويوم الأحد، في بقية المحافظات كلها كل محافظة ليها سوق يوم معين، لكن إحنا عندنا في القاهرة هنا بيبقى يوم الجمعة ويوم الأحد، ويوم الجمعة بيبقى أزحم، يوم الأحد بيبقى الحرفيين يعني اللي هو حد مثلًا فاتح ورشة أو حاجة ومش فاضي يوم الجمعة، فبينزل يوم الأحد. طيب العصافير اللي أنا هابدأ أجيبها مثلًا هابدأ أجيب جوز أستراليات، الجوز هيُقف معاك مثلًا ب120 جنيه لو هو زغاليل، ولكن لو هو كبير يعني من 160، 180 على حسب السعر اللي إحنا فيه حاليًا دلوقتي، تمام، 2024 ما نعرفش الدنيا لسه فيها إيه. تمام، وطبعًا اليومين دول بالنسبة للعصافير يعني سعرها نازل شوية، علشان خاطر إيه، فصل الصيف بيبقى أنسب وقت تشتري فيه العصافير هو فصل الصيف. هتلاقي إن الجوز اللي أنت هتجيبه ده اللي هو الأستراليات ده مش هيكلفك كتير، يعني زي ما قُلنا كده 120 جنيه لو أنت جبتهم زغاليل، وده أفضل حاجة طبعًا إن أنت تجيبهم صغيرين. ما تجيبش الحاجة تكون كبيرة وشغالة، ما حدش هيبيع لك حاجة كبيرة وشغالة وهي شغالة عنده أبدًا، إلا إذا كان فيها عيب، حتى لو أستراليات، اللي هو الرخيص أوي دوّة برضه هيبيعوا ليه؟ إلا إذا كان في عيب ممكن يكون في أي حاجة عنده إسهال، عنده تمليح، أي مرض تاني. فأنت أحسن حاجة تجيبه زغاليل، وتحاول إنك أنت مثلًا لو جبتهم شبابات أكبر شوية أحسن، عشان تقدر تفرّق الدكر من الإيه، من النتاية، وبعد كده تحطهم في قفص عندك وأنت ماشي كده من السوق تجيب لك قفص حلو كده، قفص يكون صغير مش كبير، قفص الأستراليات ده يعني قفص صغير مش مكلف أوي، مع كمان عيش، يعني هتبُص تلاقي الموضوع كله هيخش معاك في إيه، في 250، 300 جنيه بالكتير، تمام؟ وهتاخدهم وتربيهم عندك في البيت بطريقة سهلة جدًا ما فيهوش أي حاجة، هتحط لهم الحبوب بتاعتهم اللي هتجيبها برضه وأنت جاي من السوق اسمه بيليكام وفلاس، أنت لو جبت جوز واحد لو جبت لهم كيلو واحد هيكفيك هيقعد معاهم أسبوعين 3، فأنت يعني الموضوع مش هيكلفك كتير. طيب هتجيبهم ليه بقى كده الرخيص والأستراليات والحاجات دي كلّها؟ أول حاجة أنا مش عايزك إنّك أنت تكلّف نَفْسك كتير في الموضوع كده وأنت داخل عليه جديد، لإنّك أنت مش عايزك إن أنت تجازف وبعد كده تفشل وتندم، لأ فأنت عشان تتعلّم، اتعلّم الأول على حاجة رخيصة، بعد ما اتعلّمت عليها وبقت مِيَّة، مِيَّة تبدأ بعد كده تجيب الطفرات الأعلى والأنواع الأعلى من العصافير. طب هتبُص تلاقي إن العصافير الأستراليات دي بسم الله ما شاء الله رزقها واسع وجميل جدًا يا جماعة والله العظيم. يمكن تكون العصافير الرخيصة ديّة بتكون إنتاجها أكتر كمان من العصافير اللي هي الغالية، فأنت مش بالرخص ولا بالغالي، هو بالرزق، ربنا كتب لك رزق إنك هيرزقك من النوع ده من العصافير، هيرزقك منه رزق واسع. طيب وهل ممكن أبدأ بجوز واحد؟ والله ممكن تبدأ بجوز واحد وتبُص تلاقي الموضوع عندك بقى زي الفل، وكل مرّة هتبيض لك 7، 8 بيضات، هي بيبيضوا هم بال7 بيضات بسم الله ما شاء الله، وتبُص تلاقي البيض كله بيبقى مخصّب وتطلّع عصافير كويسة بسم الله ما شاء الله، وبيراعوا زغاليلهم، هو الأستراليات كده بيراعوا الزغاليل بتاعتهم ويطلّعوا أحلى عصافير. هتاخد العصافير بقى دي الصغيّرة دي وتبدأ إنّك أنت بقى إيه،
بعد ما يكبروا تاخدهم كده بعد ما تفصلهم من الأم والأب بعد ما يكبروا، تبدأ إن أنت تحط كل جوز في قفص برضه كده، وبدل ما كان عندك قفص واحد بقى عندك 5، 6 أقفاص. وتبدأ إنك أنت تربي وتكتر في العصافير اللي عندك بقى إيه لغاية ما يبقى عندك بيقولوا عليها مزرعة، بسم الله ما شاء الله. أنت بقى وأنت وشطارتك بقى وأنت ورزقك من ربنا سبحانه وتعالى، كل ما هتلاقي رزقك واسع من الأستراليات دي أوي أوي بسم الله ما شاء الله، بجد بتدي إنتاج زي الفل وإنتاج جميل جدا. إنتاجها حلو جدًا، جدًا الأستراليات، تمام. هتاخد كل جوز بقى وتحطه في قفص، هتكون أنت طبعًا اتعلمت الدكر إزاي والنتاية إزاي، وتبدأ بدل ما كان عندك جوز واحد بقى عندك 5، 6 جواز، كل جوز يديك، هتنزل تبيع في السوق بعد كده. البيع والشرا في السوق يا جماعة سهل جدًا. هتقول لي سهل جدًا إزاي؟ أقول لك طول ما العصفور بتاعك نضيف وحلو وسليم، اسمه التقليب، طول ما تقليبه سليم تمام وتقليبه حلو بيتباع معاك بمنتهى السهولة. خلاص، بعد كده بقى تبدأ إنك أنت تربي الأنواع الأعلى زي اللي حضرتك شايفها دي، اللي هو الكوكتيل. الكوكتيل اللاتيني ده يعتبر وسط، لا هو رخيص أوي ولا هو غالي أوي. يعني الجوز منه دلوقتي ب1100، 1200. وزي ما عملت مع الأستراليات بالضبط، هتعمل مع الكوكتيل، ولكن الكوكتيل بيبقى ليه قفص كبير شوية زي ما حضراتكم شايفين كده، أكبر من قفص الأستراليات. ليه؟ عشان خاطر حجمه كبير شوية. ونفس الكلام العش بتاعه بيكون كبير غير العش بتاع الأستراليات بيكون صغير، ده العش كبير. ونفس ونفس التربية بالضبط. هتأكلهم برضه البريكم والفلارس وتأكلهم لب سوري بس مش كتير، يعني أنا ما باأكلش لب سوري خالص، هو البريكم والفلارس، وبابدأ بقى أنوّع لهم في الأكل. وكل ما تنوّع في الأكل العصافير يا جماعة، جميع أنواع العصافير، كل ما تنوّع في الأكل كل ما يدّيك إنتاج كويس جدًا، جدًا. تمام؟ يا رب أكون أفدت حضراتكم إن شاء الله بالفيديو دوّة، باشكركم جدًا، باتمنى يا رب يكون الفيديو عجب حضراتكم، باتمنى من حضراتكم الاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.